إضافة على كلام الأستاذة نجلة النقي، هي تقول أن السيدة روضة حسن هي محتاجة الدعم الإعلامي والدعم المادي حتى يوصلها إلى البرلمان الفنلندي، مو مجلس السيتي كونسل مثل ما يسمونه، بل إلى البرلمان. والدور الرابع شنو؟ الدور الرابع. اي نعم، لا الدور الرابع يكون مجلس البلدي، اما يكون لها الاول لما توصل المجلس البرلمان اللي هي 2011 اللي يسمونه مثل عندنا احنا الكويت ناشونال اسمبلي، مثل ما يقولون البرلمان الكويتي عندنا الكويت ناشونال اسمبلي، هو يكون البرلمان الفنلندي. ان شاء الله احنا من الحين نعطيك جارانتي ان سكوب مع الطاقم اللي موجود وكاميراته راح ندعمك اعلاميا، وراح نكون معاك متواجدين من الصبح لليل ونشجعك ونسوي لك ريبورتاجات وكل شيء عشان توصلين للبرلمان. بس ان شاء الله ما تنسينا لما تروحين هناك ان شاء الله، واحنا تحت خدمتك، تحت خدمه العمل الانساني. عزيزتي سيدتي الفاضله، بما انك ام وزوجه، اولا سؤال شخصي جدا، زوجك صومالي الجنسيه او فنلندي؟ صومالي. صومالي. هو صومالي. بما انك ام لستة ابناء الله يخليهم لك. saboortna waan u baahnaa runtii sababtaa wadan shisheeyo wadankaagii ahayn markaad ku gelaysid doorasho hooyo keliyana nahay, waan jeclaan lahaa wadamada waliba dadka muslimiinta walaalahay waxa la xiga caawin karaan inay caawiyaan. waan jeclaan حاليا هي أم لأطفالها وهي الراعية الوحيدة لهم. وبالنسبة لي مثل ما قالت المحامية نجلاء النقي، هي فعلا تحتاج سواء الدعم المعنوي أو المادي، لأن سواء لأنها كونها مسلمة وكونها امرأة، كونها امرأة ومسلمة في دولة أوروبية، في دولة المسلمين فيها أقليات، تحتاج أي دعم سواء كان من المسلمين إخوانها، على أساس إنه تقدر تقدم لهم أكثر إن شاء الله. صحيح. أنا بس كان عندي مدخل إني لما سألتها هي متزوجة من زوجها يكون صومالي أو فنلندي، كنت أبي أدخل على باب ثاني، كونها أم لستة أبناء ربي يخليهم لها، كيف تستطيع التوفيق ما بين عملها كأم لأبنائها، واللي فهمته من كلامها إن هي الراعي الوحيد لهم، وعملها الإنساني ما بين فنلندا وما بين العمل اللي تقوم له من حيث جمعية القرن الأفريقي لإحلال السلام والديمقراطية في الصومال. كيف تستطيع التوافق بين عملها كأم وكناشطة اجتماعية وسياسية في المستقبل؟ أنا أشوف العمل جدا جدا صعب. إحنا بناتنا يا دوب واحد وما تقدر تي وتحط راسها وعايزانة وتعبانة، ما شاء الله عليها. نبي نعرف يعني ما هذا السر، لا إله إلا الله، في هالشخصية القوية. ما شاء الله ما شاء الله. mahadsanid. horta su-aasha waxay weydiiyey wadayaal badan oo finisha oo igu yidhi sidee ayaad waqtigaaga ugu qaybisaa noloshaada, ilmahaaga, shaqadaada iyo siyaasadda? waxaan ugu jawaabay dhowr jeer la weydiiyey. waxaan markuu qofku doonayo inuu horumar gaaro, horta awood uu ilaahayna siiyo, meel kasta u baahan yahay gaara. waadan waan ogahay in waqtigu iska ciriiri yahay. waqtiyada barhkood anigoo gaariga wada ayaan qadada ku cunaa gaariga dhexdiisa, anigoo shirka ku jiraan message-ka kula hadlaya ilmihii casharkii ma laga shaqeeyay, waxaan ma la qabtay, anigoo shirka ku jira dhinacna ka hadlayaan wixii biilala ama haddii aan wax bixinaya ku bixiyaa telefoonka. runtii waa nolol adag, laakiinse insha allah كل هذا 10 سنة كسوة شري وحنا تجينا نمل سنة كسي قاعدة إن شاء الله. السيدة رضا تقول إنه هو فعلا كونك امرأة سياسية واجتماعية وهم بعد بالأول، بعض الأوقات تقول إن أنا أقعد بالسيارة أدز مسجات أقول إن شلون العيال كليتوا ولا لا، أكون صحيح. في المجلس أفكر بالنسبة للفواتير البيت، بالنسبة للقضايا الاجتماعية، المؤسسة اللي تشتغل فيها مؤسسة القرن الأفريقي. فصح مرات إنها تقول إن أنا حتى أنام وفي نص في المقعد اللي أنا أكون قاعدة فيه أكون صحيح. أنا من كثر الإجهاد، لكن الهدف أسمى، الهدف إن أنا أخدم بلدي، أخدم الناس صحيح. اللي أنا صوتوا لي هم بعد بالأول واختاروها. وغير كذي إن الحين الحمد لله صار لها 10 سنين في المجال السياسي والاجتماعي، فكونت الخبرة بما فيها إنها ممكن تتوازن بين الأعمال هذه كلها.
إن شاء الله. هل هناك أحد من أبنائها لها سيول له ميول سياسية أو الانخراط في العمل الاجتماعي ويحب أنه يساعدها ويمد لها يد العون يمشي على نفس خطاها؟ way jiraan ilmahaygu laba u kala qaybsameen saddexda waaweyn ma jecla saddexda iyadana way jecel yihiin inay siyaasadda waxaan qabanaya ay qabtaan saddexda waaweyn waxay dhahay kuma codaynayno sababta imika kuma aragno haddaad siyaasadda gashid baarlamaankana maba ku arkayno saddexda iyadana waxay dhahay waan ku faraxsanahay in la yiraahdo codooda xasan baa dhashay ilmahaas sharaf bay noo tahay wax la wixii sabooda aan ku siinayno haddaad tiraahdo aqal ka sii shaqeyn kaaga sii shaqeynayna wax la wixii anaguna awoodo waan kugu taageerina صحيح. قاعد تقول ان بيتها النكت اللي تقولها قوليها لنا. بيتها على قولتها بيتها انقسم الى فريقين. صحيح. الثلاثه العيال الكبار يقولون احنا ما نبي نشوفك بالسياسه ولا نبي نعرفك ولا راح نصوت لك اصلا. صحيح. لكن سوري بس لكن الثلاثه الثانيين قالوا احنا نفتخر ان انا اكون ابن روضه حسن وتكون في المجلس ونتمثل له واي عون انت تبينا سواء لو كان ان شاء الله تنظيف البيت. احنا بنكون وياك ان شاء الله. بس هي شعورها كأم تتمنى احد من ابنائها يخوض الحياه السياسيه او عالم السياسه والحياه السياسيه عالم مليء بالمخاطر ومليء بالنقد اللاذع اللي ما تتمنى ان اي احد من ابنائها يتعرض حق هذا الخطر. اعتقد انكم فهمتوا. ايه طبعا تبي ومأكده ومصره على الموضوع طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. تبي تدخل على سؤال؟ انا اتمنى تبلغنا اوضاع يعني الجاليه الاسلاميه، الجاليه الاسلاميه اللي في فنلندا والجاليه الاسلاميه في الدول الاسكندنافيه، في تواصل بينك وبينهم؟ وهل هناك في يعني معاها بعد في الدائره عندها يعني منطقتها في مرشحين من اخوانها المسلمين اللي معاها؟ في مسلمين معاها غيرها هي؟ معاك بالانتخابات؟ امل قبل لا انت قلتي لها السؤال بس قبل ان تضيف عليه سؤال نخليها تفكر في السؤال. معانا اتصال ناخذ احمد جبريل من الجامعيه الصوماليه. الو. الو نعم. يا هلا ويا مرحبا فيك سيد احمد. تفضل سيد الفاضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر قناه سكوب على التوجه الى الصومال. الله يخليك. ونهني امير الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد. اي نعم. على الذكرى ال50 للعيد الوطني وال20 للتحرير والخامسة لتولي حضرة صاحب السمو امير البلاد مقاليد الامارة حفظه الله ورعاه. طبعا. بالنسبة للأخت روضة يعني عم بتعمل مجهود جبار في فنلندا، وهذه طبعا مش بروحها. يعني عندنا نحن الجالية الصومالية في الغرب عندهم مجهود غير طبيعي، يعني أقوى من المجهود اللي بيصير في بلدنا داخل الصومال. صحيح. عندهم نشاطات يعني يشكرون عليها من الجانب الإسلامي ومن الجانب الاجتماعي